السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست رياضي. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. حلقتنا اليوم نتناول فيها أزمة تضارب مواعيد مشاركة نادي الهلال في بطولة الدوري الممتاز وبطولة سيكافا والدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والتحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق في هذه الفترة، وهي أزمة معقدة سوف يكون لها أبعاد فنية وإدارية خطيرة مستقبلا على الفريق. أولا خلونا نضع الجدول الزمني للبطولات الثلاث التي احتمال كبير أن يخوض فريق الهلال قمارها هذا الموسم. بطولة الدوري الممتاز، كان الاتحاد العام السوداني لكرة القدم قد أعلن عن جدول المنافسات المحلية لهذا الموسم الذي سينطلق في الأول من سبتمبر 2025. بطولة سيكافا، وكان المدير التنفيذي لاتحاد وسط وشرق أفريقيا أعلن بأن البطولة ستقام في الفترة من الثاني من سبتمبر إلى 15 من سبتمبر 2025 في دار السلام بتنزانيا. لم تحسم مشاركة الهلال في بطولة سيكافا حتى الآن، حيث لم يصدر قرار رسمي من مجلس إدارة الهلال بالمشاركة أو عدم المشاركة. بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد تقرر رسميا مشاركة الهلال في الدوري التمهيدي الأول بعد أن تم إعفاء فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، وستكون البطولة في الفترة من 19-20-21 سبتمبر من الشهر القادم، والإياب في الفترة من 26-27-28 في نفس الشهر. وهذا يعني أن الهلال إذا شارك في سيكافا سيكون أمامه أقل من أسبوع للاستعداد لمواجهة أفريقية حاسمة بعد العودة، ودون أي فترة راحة أو تحضير خاص للمنافس المحتمل الذي سيواجهه الهلال، وغدا ستجرى قرعة دوري أبطال أفريقيا. من واقع الجدول الزمني للبطولات المحتمل يشارك فيها الهلال والذي ذكرناه قبل قليل، يتضح لنا لم يتبقى على انطلاق الموسم إلا 22 يوم فقط من انطلاقة الدوري الممتاز، و23 يوم من انطلاق بطولة سيكافا. وهنالك عدة ملفات لم يتم حسمها من قبل مجلس إدارة نادي الهلال حتى الآن، اللي هي عملية الإحلال والإبدال. من التحديات التي ستواجه فريق الهلال اللي هو تأخر فترة الإعداد، وعدم إجراء الفحوصات الطبية للاعبين، والكل يعلم بأن هنالك مدرب جديد هو الرماني ريجي كاب، يحتاج إلى زمن كافي حتى يقدر يوصل الرسم التكتيكي الذي ينتهجه مع الفريق هذا الموسم، وهذا يؤدي إلى انخفاض الانسجام وفهم خطط وتكتيكات المدرب، مما يجعل الفريق يفتقد للتفاهم في الملعب، خصوصا إذا كانت هناك عناصر جديدة. ضعف الجاهزية البدنية بسبب غياب فترة إعداد كافية قد يسبب إصابات أو تراجع في الأداء، خاصة في الشوط الثاني من المباريات. حسب رأي الخبراء أقل فترة للإعداد للموسم الجديد هي من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع. أيضا تكون هناك تحديات اللي هو الضغط النفسي والزمني. اللاعبون سيجدون أنفسهم في أجواء منافسات رسمية مباشرة بدون مباريات ودية كافية. وهنالك تحدي كبير جدا، وهو تشتت اللاعبين الأساسيين بين التزامات المنتخب الوطني وإجازة المحترفين، وممكن يكون هناك ضغط المباريات بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني، والمباريات المتتالية قد تؤدي إلى إصابات أو هبوط في الأداء، خاصة في الشوط الثاني من المباريات.
الواقع يقول بغض النظر عن وضع الهلال والأهلي مدني المشاركين في بطولة سيكافا يفترض على الاتحاد العام تأجيل المنافسة المحلية إلى بعد نهاية الدور التمهيدي الأول، لأنه لديه 4 أندية تشارك في بطولات الكاف اللي هو الأبطال والكونفدرالية. وإذا لم يؤجل الاتحاد السوداني انطلاقة الدوري المحلي في 1 سبتمبر، فإن مشاركة الهلال والأهلي مدني في سيكافا تصبح شبه مستحيلة، لأن المواعيد متضاربة، مما يفرض على الفريقين الاختيار بين البطولة المحلية أو الإقليمية، وقطع شك سيختارون البطولة المحلية وسيعتذرون على المشاركة في سيكافا. هذا التداخل في المواعيد يضع إدارة الهلال أمام اختبار حقيقي، والقرار الحاسم سوف يكون بين التضحية بجزء من الطموحات في بطولة ما، أو إيجاد حلول لوجستية وفنية جريئة لتجاوز أزمة تضارب المواعيد. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد أي طريق سيسلكه مجلس إدارة نادي الهلال. الهلال أيضا أمام تحدي كبير في إدارة تشكيلته الفنية، خاصة وأن فترة التحضير قصيرة واللاعبين الأساسيين مشتتين بين التزامات المنتخب والنادي، وبالإضافة إلى اللاعبين المحترفين حتى الآن في إجازة، لم ينخرطوا في آه، برنامج إعداد البدني أو معسكر. على جمهور الهلال أن يعي بأن الهلال قد يدخل سيكافا كمحطة إعداد بغرض اكتساب فورمة المباريات التنافسية، وليس كفريق ينافس على البطولة بغرض الفوز بكأس البطولة. ثاني شيء المشاركة في دوري التمهيد الأول احتمال كبير تكون بمستوى بدني أقل من الفريق المنافس، واحتمال ظهور نتائج متذبذبة في أول الجولات في الدوري الممتاز أو بطولة سيكافا إذا حسم الهلال أمر المشاركة فيها، والدوري التمهيدي بسبب ضعف الإعداد وتداخل البطولات مع بداية الموسم. وهنا رسالة لجمهور الهلال: على جمهور الهلال تجنب رفع سقف التوقعات أو انتظار التتويج حتى لا يحدث إحباط أو تقييم سلبي للمحترفين قبل الاستحقاقات الأهم إذا شارك في سيكافا. السؤال الأهم الآن: كيف سيتعامل الهلال مع هذا الضغط الكبير في جدول المباريات؟ وهل سيضحي ببطولة على حساب أخرى؟ الأيام القادمة ستحسم المشهد. وشكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وشاركونا آراءكم في التعليقات.